بتتبعتلي على إن المكان ده مسكون. واحد قال إن مفيش حد يقدر يقعد أكتر من 24 ساعة في المكان ده، والتاني قال اختفى معظم الأشخاص أو هربوا وأصابوا بالجنون، والشرطة معرفتش أبدا إيه اللي بيحصل. لما وصلت عند السرير خرجت إيد من تحت ومسكت رجلي ووقعتني على الأرض، وأنا على الأرض بصيت تحت السرير وصرخت في رعب بيبص عليا من تحت السرير. ازيكم، اسمي عمر. أنا كنت يوتيوبر متعود على السفر حوالين العالم، كنت بجرب كل الأماكن في Airbnb، بس في الوقت الحالي أنا بطلت أعمل كده، وده مش عشان فشلت، بالعكس قناتي كانت ناجحة جدا، بس كان عندي تجربة سيئة، تجربة معرفتش أتجاوزها لحد النهاردة. كل حاجة بدأت على Airbnb كولومبيا، ولحسن حظي صاحب البيت كان بيتكلم إنجليزي بشكل مثالي، من لهجته كان من السهل أعرف إن هو من بريطانيا. شفت الصور على Airbnb، بس لما دخلت اتفاجئت جدا، كان المكان عادي مش شبه الأسطورة. نسيت أقول لكم السبب اللي خلاني سافرت المكان ده، هو إن جالي تعليقات على اليوتيوب ورسائل على البريد الإلكتروني بتتبعتلي على إن المكان ده مسكون. واحد قال إن مفيش حد يقدر يقعد أكتر من 24 ساعة في المكان ده، والتاني قال اختفى معظم الأشخاص أو هربوا وأصابوا بالجنون، والشرطة معرفتش أبدا إيه اللي بيحصل. أنا مكنتش بؤمن بأي حاجة من الأساطير دي، عشان كده من غير تفكير دخلت الأوضة وقفلت الباب. كانت أطول ساعات في حياتي قربت تبدأ. عدى اليوم بشكل طبيعي، اتفرجت على معالم المدينة اتعرفت عليها، ولما رجعت المكان تاني كان ضلمة جدا، وما كانش برضو أي حاجة حصلت، لكن كل حاجة اتغيرت بعد كام ساعة. في وقت متأخر من الليل صوت غريب كان جاي من الباب، مشيت ناحية الباب عشان أشوف فيه إيه، وشميت ريحة غريبة. معقول ده يكون تسريب غاز؟ لا، كان ريحة مختلفة وكانت حلوة، وده اللي كان بيقولوه الضحايا، ولازم أعترف إن ساعتها حسيت بالخوف شوية. مشيت بسرعة ناحية الباب عشان أهوي الأوضة، بس لما وصلت ليه مديت إيدي للمقبض واتفاجئت أما لقيته إن كان مقفول. مش ممكن بيحصل. رجعت للسرير عشان آخد تليفون واتصل بصاحب المكان، بس لما وصلت عند السرير خرجت إيد من تحت ومسكت رجلي ووقعتني على الأرض، وأنا على الأرض بصيت تحت السرير وصرخت في رعب. كان في مجنون مرعبة بيبص عليا من تحت السرير. بعدت رجلي ورجعت ورا. فجأة سمعت صوت دوشة، كانت حاجة بتتحرك في مجرى الهواء. من فتحة صغيرة شفت حاجة بتطلع بالراحة، كان كائن اسود ووشه مشوه وكان بيبصلي. كنت شايف بالتفصيل ازاي اللعاب بتاعه بيقع من بقه. أنا عارف الوحش ده كل اللي نجوا من المكان قالوا وشه مطابق لده، معنى كده الأسطورة حقيقية. وفجأة بدأ يقرب مني واحدة واحدة. حاولت أجري لكن جسمي كان مشلول. ايه اللي بيحصل لي ده؟ وطبعا ما كنتش قادر أصرخ، كنت حاسس كأن جسمي مش شغال. وقف قدامي بدأ يحط صباعه في بقي وكان بيتعمق أكتر وأكتر، وقوته بتزيد، وكان الألم شديد جدا. حسيت إنه بيقطعني من جوه لدرجة إنه هيكسر فكي. بدأ قلبي يدق بشكل أسرع وأسرع، وكنت فاكر إن دي آخر ثواني وأنا حي. بس شفت حاجة غريبة جدا، تليفوني كان على الأرض، وفي انعكاس الشاشة كنت شايف نفسي لوحدي. في انعكاس الشاشة ما كانش فيه شطون ولا صباع ولا أي حاجة. لفيت راسي وبصيت قدامي، أنا كنت لوحدي. جسمي بدأ يرجع تاني ووقفت. لاحظت إن الوحش لسه موجود وباصص عليا من الباب. بسرعة مسكت تليفونها ونورت الكشاف ووجهته ليه، بس تاني ما كانش فيه حاجة، كأن حواسي بتخدعني. بس المرة دي اكتشفت حاجة أنا كنتش شايفها، كان في أصوات غريبة ورايا. أما بصيت لاحظت أنبوب صغير خارج من الحيطة، وكان الهواء بيتصاعد منه، ودي كانت الريحة الغريبة اللي حسيت بيها من شوية، كانت جاية من هنا. بكل قوتي ضربت الباب لحد ما اتكسر، بس من غير حاجة لقيته اتفتح من نصه، ووراه الملك مستنيني وماسك مسدس. وشه كان مرح وعينيه كانت ضخمة وحمرا، وابتسامته كانت من الودن للودن. ما كانش شبه نفس الشخص الودود اللي استقبلني من شوية. أنا آسف أستاذ عمر، لكن زي ما بتقول الأسطورة تقدر بس تمشي من المكان ده مجنون أو مات، وأنا شايف إنك جاهز للمسدس، يعني اخترت الموت. أنا شايف إن مفيش وحوش هنا، أنت بتخدع الناس اللي بتعاني من هلوسة، أما اللي بيكتشفوك أنت بتقتلهم. هتتفاجئ إزاي ممكن أسطورة زي دي تكون مفيدة للأعمال التجارية. من أول يوم عرفت فيه عن الأسطورة السخيفة دي اشتريت المكان على طول، وأنا شايف إن هي جايبة ثمارها. قلت له أنت مجنون. أكيد، بس الراجل المجنون ده هيكون من النار هنا. ماشي يا عمر، كفاية كده كلام، جه وقت الموت، وكانت عندي فرصة وحيدة عشان أفضل عايش. رميت نفسي جامد عليه وقدرت أمسك المسدس قبل ما يضرب النار. بدأنا نتخانق، بس قبل ما يضرب النار عليه قدرت أزقه للأوضة. مسكت المسدس اللي كان على الأرض ووجهته عليه، وأجبرته إنه يفضل مكانه لحد ما الشرطة تيجي. ولو كانت هي دي الطريقة اللي أنقذت حياتي بيها
لكن صاحب المكان ما كانش محظوظ خالص، لأن لما الشرطة وصلت وفتحنا الباب أما دخلنا لقينا جثة الراجل مدمرة من جوه، كأن شخص ما أو حاجة عجنته، واضح إن الأسطول ما كانتش غلط. بعد كل ده ما قدرتش أروح أي سفريات تانية، أنا مرعوب من الأساطير وقررت أدور على وظيفة هادية، وعمري ما هضحك على أي أسطورة أبدا بعد كده عشان ممكن أقع ضحية ليها. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، واستنينا في القصة الجاية.